اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات، وكل سنة وانتم طيبين. جايلكم حبايب قلبي بالقطايف بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وما خدتش مننا 10 دقايق، وكنا مجهزينها بسم الله ما شاء الله، مقرمشة من بره وطرية من جوه وجميلة جدا وبحشو بسيط جدا، وتطلعي أحلى قطايف. ورمضان ما يحلاش يا حبايب قلبي إلا بالقطايف وحلويات رمضان. بسم الله ما شاء الله على الجمال. يلا نسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حبايب قلبي القطايف اهي زي ما انتم شايفين. معايا بقى المكسرات اللي هي عبارة عن جوز الهند وشوية سوداني، اي مكسرات حابة تحشيها بالقطايف واللي موجودة عندك بتبقى جميلة برضه. انا بقى كنت جايبة القطايف دي من بالليل. انصحكم حبايب قلبي ما تجيبوش القطايف الا لما يكون صبحة. انا جبتها من بالليل بقت ايه، مش ظابطه معايا في القفل بتاعها. انا كده بقى فردتها كده عشان اعرف ايه اقفلها. يلا نسمي كده بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى شويه كده الحشو بتاعنا وهقفلها جامد. هوريكم بقى طريقتين، دي الطريقه التقليديه حبايب قلبي، لازم نقفلها جامد قوي. هوريكم كده بقى ايه اللفة التانية. اللفة دي بصوا كده بتبرميها كده، حباها تعمليها يا حبايب قلبي من غير حشو، بتبقى كده برضو صوابع جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله بتبقى حلوة قوي. بصوا كده بوريكم اهي، بوريكم بالحشو ومن غير حشو. هي بقى ايه عشان خاطر كانت بايته معايا ما كانتش متقفله كويس، بس هي حلوه وطلعت جميله جدا زي ما انتم شايفين في اول الفيديو حبايب قلبي. عملت لكم زي الصوابع، وادي القطايف التقليديه اللي احنا بنعملها كلنا. هوريكم كمان واحده كمان. انا بنتي حبيبتي بقى بتحب تقف كده وتتفرج على مامتها وهي بتتعمل كده وتتعلم اللي زي كده. معاها بنوته حلوه وتحب تتفرج على مامتها وتحب تتعلم، يكتب لي في الكومنتات. خلصت كده الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين. عملت من النوعين اللي هو الملفوف والطريقه التقليديه اللي احنا بنعملها. زيت على النار يا حبايب قلبي يسخن معانا، ونقوم بقى كده حطينا في الزيت ونقلبها. بصي كده اللون بتاعها بسم الله ما شاء الله. انا طبعا مجهزه بقى الشربات زي ما انتم شايفين. بطلع من الزيت واحطه في الشربات يا حبيب قلبي، واقوم حطاه ايه شايلاه على طول، بيديني القرمشه الجميله. بوريكم كده الجمال بسم الله ما شاء الله. بصوا خدت لون جميل من تحت، بقوم قلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده. ما بتاخدش مننا ثواني وبتطلع معانا، ونبقى واكلين احلى قطايف بسم الله ما شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم عليكم. كده خلاص خلصت كده حبايب قلبي الكميه اللي كانت معايا. بسم الله ما شاء الله بألف هنا على قلوبكم حبايب قلبي. اللايك وشير يا حبايب قلبي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عن بقى نزينهم بقى كده بشويه المكسرات اللي فاضوا معانا على الوش كده، بتدينا كده جمال وحلاوه للشكل القطايف. وكده خلصنا القطايف معانا، ما خدتش معانا 10 دقايق، وكانت طلعت بقى بالجمال والحلاوه دي حبايب قلبي. كده الحاجه بقى اللي هي انا نزلت مني كده الجوز الهند بنضف كده حواليا. وكده خلاص بوريكم كده الجمال والحلاوه، ولا اللون ولا الطعم بسم الله ما شاء الله، جميل جدا بجد. بصوا كده الصوابع طالعه تحفه وجميله جدا بسم الله ما شاء الله. بجد كانت جميله جدا. تستاهل بقكم حبايب قلبي، جربوها بالطريقه ديت بجد هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.